شيفاستا. ازيكم يا اجمل شيفاستات؟ شيفاستا هتقول لكم النهارده طريقه اجمل زلابيه ممكن تعمليها، طريه من جوه ومقرمشه من بره. تاكليها بقى مع السكر البودره او العسل او تغمسيها في النوتيلا، حاجه كده وهم. لو عايزة تعرفي أسرار الشيف وتطبخي بكل سهولة، اشتركي في قناة شيفاستا وفعلي الجرس. مع شيفاستا كل الستات شيفستات. عندي بولة كبيرة هحط فيها كوبايتين من الدقيق بالكوبايات المعيارية أو بالمج الشاي اللي احنا بنشرب فيه شاي كل يوم. كوبايتين من الدقيق بنخلهم عشان الهواء يخش فيهم، عليهم معلقة كبيرة من السكر البودرة، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة من الملح، ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية. هحط عليهم كوباية من المية الدافية وكمان ربع كوباية. الكوبايتين الدقيق خدوا معايا حوالي كوباية وربع من المية الدافية، لكن ممكن على حسب كل نوع دقيق. اهم حاجة عندي ان العجينة بتاعتي لا تبقى سايلة قوي ولا تبقى تقيلة قوي، تبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هغطيها واسيبها تخمر حوالي ساعة لحد ما تعلى. لازم طبعا اكون مغطياها وحطاها في مكان دافي. بعد ساعة بتعلى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقوامها كمان بيتقل زيادة. عشان ما تلزقش معايا في المعلقة بحط يعني شوية من الزيت كده في المعلقة عشان ما تلزقش معايا جامد. شايفين قوامها ازاي اتغير وتقل؟ هجيب بقى كيس، دي طريقة سهلة يعني عشان نقلي بيها الزلابية ما تتعذبيش وانتي بتقليها وتطلع معاكي مقورة قدر الامكان. بقطع الكيس حتة صغيرة، انا مش عايزة اقطعها حتة كبيرة عشان ما تنزلش معايا الزلابية كبيرة، وبقصها بالمقص كده بالشكل ده او بشيلها بالمعلقة اللي يعجبك. الزيت طبعا على نار عالية وزيت لحد ما غزير شوية. احاول ان انا اشتغل بسرعة شوية عشان الزلابية بتاخد لون على طول اول ما بتنزل في الزيت. ببدأ ان انا اقلبها بالشكل ده، ما بحطش كتير قوي في نفس الطاسة، بقلبها بالشكل ده لحد ما تاخد اللون الذهبي معايا. لو عايزاها تبقى مقرمشة اكتر ممكن تطلعيها لما تاخد اللون الذهبي الفاتح، تطلعيها وتفرديها شوية وبعدين ترجعيها في الزيت مرة تانية لحد ما تاخد اللون الذهبي الغامق او اللون اللي انتي بتحبيه كده، تقرمش معاكي اكتر بدل ما تقليها كلها على مرحلة واحدة. لو قليتيها على مرحلتين هتقرمش معاكي اكتر بكتير. اللون ده كده حلو قوي، وبكده تكون الزلابية بتاعتي جهزت. مفيهاش اي حاجة صعبة ولا اي حاجة مش مفهومة. برش عليها السكر البودرة وبتطلع طرية من جوه ومقرمشة وجميلة من بره. اكلها بقى بالنوتيلا، اسقيها بالعسل، الشربات كله جميل. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وبالهنا والشفا. لو عجبتكم فيديوهات شيفاستا اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس اللي جنب السبسكرايب.